الافلام بتضحك عادي، انا وانت وناهد وبابا وماما وكلنا اللي بقينا. حكايه خفيفه على المصطبه هندردش فيها سوا، يلا بينا. سنة 1971 على القناة الأولى كانت المذيعة نجوى سالم بتقدم برنامج اسمه نجوم الكوميديا عشان تستضيف في حلقة من الحلقات الكاتب الكبير لينين الرملي. هو أسباب الهبوط جاية من البداية. طبعا انت فاكر لينين الرملي ده واحدة ست نفس نظام أمل دون قول كده. طول عمرك دكاش. لا حضرتك، ده واحد من أعظم كتاب الكوميديا في تاريخ السينما كله، يعني مثلا هو اللي مؤلف حاجات زي بخيت وعديلة، الإرهابي، مسرحية تخاريف، وسك على بناتك، وأعمال كتيرة جدا. في اللقاء ده قال لينين الرملي إن مشكلة الكوميديا في مصر هي إن الأعمال بقت بتتكتب لممثلين بعينهم، مش بيتكتب سيناريو محترم ونختار عشانه الممثل المناسب ليه، يعني الموضوع بقى ماشي بالعكس. لكن تخيل إن الكلام ده قاله لينين الرملي سنة 71 في الوقت اللي كانت بتعرض فيه مسرحية مدرسة المشاغبين لعادل إمام وسعيد صالح، ومسرحيه موسيقى في الحي الشرقي سمير غانم وجورج سيدهم، وكانوا وقتها معتبرين ان في ازمه. امال احنا دلوقتي في ايه؟ واحد بيكلم الجمعية الاستهلاكية عشان الأسعار فقال لهم يا جماعة الحقوني اللبن غلي، قالوا له اطفي عليه. يا عم دمك تقيل، دم امك تقيل، مش انت لوحدك. بالمقارنه فالحقيقه احنا ما قدمناش حاجه تقدر تقول انها بنفس قوه الكوميديا دي واللي تقدر تعيش 30 سنه على الاقل. في الحقيقه ان تطور الكوميديا في مصر من اول نجيب الريحاني مرورا بعلي الكسار واسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وعادل امام وسعيد صالح وسمير غانم ومحمد هنيدي ومحمد سعد واحمد حلمي وعلاء ولي الدين الله يرحمه، لحد ما نوصل لهشام ماجد وشيكو وفهمي وفرقه مسرح مصر، ولحد الكوميكس بتاعت السوشيال ميديا. كان لازم يحصل كل مره فتره بنسميها فتره المنخل، مين هيقدر يكمل في سكه الكوميديا ومين هيقع، وهنا بتقدر تثبت التطور من عدمه. وناتج الفتره دي بيكون نجوم اقوياء جدا، اعمال جديده ومختلفه، ونجوم تانية بتقع من قطر الكوميديا اللي ماشي بسبب اختلاف ظروف كل واحد فيهم. بس ايه المنخل ده؟ المنخل نظريه حطها باحثين في السينما وباحثين اجتماعيين ان بعد اي احداث سياسيه عنيفه او تغيير في التركيبه الاجتماعيه بتاعت اي بلد، ذوق الناس في الكوميديا تحديدا بيتغير، مش للاحسن ولا للاوحش، لكنه بيتغير وخلاص. يعني في الفتره اللي ما بين سنه 67 لحد الحرب 73 فضلت فتره انتاج افلام المقاولات والرخيصه وافلام اللبناني والحمامه الشهيره بتاعه الفنان عزت العلايلي اللي بوظت جيل بحاله وشارك فيها ممثلين مصريين، فضلت مستمره لحد بعد الحرب، واللي بعد كده بدات تعمل افلام قويه وانتاج منعش. احنا دلوقتي بنمر بنفس الفتره، لكن دلوقتي الفتره دي طولت بعد احداث سياسيه كتير في 2011 و2013 والاحداث الارهابيه في 2014 و2015. بدات فتره المنخل زي ما قلنا، نجوم زي نجوم مسرح مصر ظهروا ولمعوا بسرعه جدا ووقعوا لان بقى في تطور، الناس عايزه تضحك على مواضيع مش تافهه وفي نفس الوقت قصه حلوه في مواقف حلوه بفكره مختلفه بافيهات لذيذه واصليه. انا عايزك تتخيل معايا ان في جيل واحد من الكوميديا عادل امام وسعيد صالح وسمير غانم في منافسه في السبعينات والثمانينات. تقدر تحدد الكوميديا المفضله بالنسبه لك، في ناس بتحب عادل امام اكتر، في ناس بتحب سعيد صالح اكتر، وفي ناس بتحب سمير غانم اكتر، وناس بتحب محمد صبحي اكتر. النجاح ده تقدر تلمسه من سنه 97 تحديدا بعد صدور فيلم اسماعيليه رايح جاي واتجاه الناس لسينما الشباب، وعادل امام بعد محاولات فاشله انه يفضل على نفس نظام الكوميديا اللي بيقدمها ولانصراف الناس عن افلامه زي فيلم رساله الى الوالي مثلا، اللي طبعا اتسرب وبقى موجود في كل البيوت عن طريق شرايط الفيديو وهو موجود في العرض في السينما. وجي بعد كده مجموعه افلام ما حققتش النجاح المطلوب. كان هنا عادل امام لازم يفكر الاعتماد على كاتب جديد وقتها زي يوسف معاطي ومخرجين جداد زي علي ادريس، قصص شبابيه زي افلام الشباب اللي موجوده، مواضيع ملفته ومعاه ممثلين شباب وبيقدم اللي بيقدموه بنفس الحماس وبنفس الشغف. تقدر تشوف ده سنه 2007 عادل امام في فيلم مرجان احمد مرجان، مشهد الاغنيه في الفيلم او في مشهد الماتش قادر يلعب ويرقص ويغني بنفس الشغف والروح اللي عند كل الشباب اللي حواليه، وده ادى للفيلم ولعادل امام شخصيا استمراريه ونجاح وطعم ومواجهه. اتفقت او اختلفت على مسيره عادل امام، لا يمكن ان انت تنكر نجاح ولا يمكن تنكر ان هو مختلف وقوي التاثير. وانا مش ناقد فني عشان اجي انتقد مسيرته او ان انا احلله، لكن بنتكلم عن مثال حي في موضوعنا، وده فيما يتعلق بالافلام الكوميديه. طب بالنسبه بقى للمسلسلات والبرامج وقتها، ايه الحكايه وايه مدى التطور اللي حصل فيها والتاثير اللي بيحصل عليها من الظروف المحيطه بيها؟ خلينا نبدا معاك بتدرج زمني بسيط. زمان في ايام الكازينوهات وعروض المونولوجيست على المسارح بتاعتها، واللي كان بيشتهر منهم كان بيتم تقديمه لافلام في السينما ومسرحيات على مجموعه مسارح مهمه وكبيره جدا في مصر ولبنان والشام وفلسطين. وكان اشهرهم في فتره الاربعينات هو المونولوجيست سيد سليمان اللي كان بيقدم اغاني كوميدي في شكل سكتشات، واللي كان اشهرهم درين من الستات عشان يجي يسحب منه البساط ويبقى الاشهر في عالم المونولوج هو اسماعيل ياسين بمونولوجات كتيره جدا زي عيني علينا يا اهل الفن، صاحب السعاده، الدنيا دي متعبه، واللي كان بينافسه في نفس الوقت ده طبعا محمود شكوك بمونولوجات زي خليكوا شاهدين يا بهايم، دق يا مزيكا حسب الله، اسم الله عليك الف اسم الله، الحته ما فيش زيك.
عشان يطور الموضوع في السبعينات وفي الثمانينات ويتحول من عروض غنى لعروض نكت دمها خفيف. واللي كان اشهر واحد في مصر وقتها هو حماده سلطان، اللي قدم بعد كده كل النكت في برامج على قناه موجة كوميدي، عشان بعدين تتحول العروض لشكل من اشكال تقليد المشاهير وتشخيصهم، ويقدمها العبقري محمود عزب في عروض عزب شو المعروف، اللي اتطورت بعد كده عشان تكون عروض الستاند اب كوميدي حاليا، اللي بيقدمها علي قنديل، طه الدسوقي، جورج عزمي وغيرهم كتير. حتى بقى برامج التلفزيون نفسها، برامج الكاميرا الخفيه اللي بدات مع الفنان ابراهيم نور، وكان بيتم تصويرها في الشارع على ناس حقيقيه زيه زيك. طب ازاي يعني عايز اعرف. وبعدين اديني عقلك لحسين مملوك ومنير مكرم، وبعدين الحقونا لطلعت زكريا، والحقونا بجد. وتجارب كتيره بعدها ما كانتش ناجحه قوي عشان توصل لبرنامج مهم جدا، وهو برنامج حلوين بينهم مع عمرو رمزي، اللي كسر الدنيا وقتها لانه كان حقيقي رغم ان هو بيقدمه مع مشاهير، وده بيخلي الناس كلها عايزه تشوفه لحد النهارده. وسبب ارتباط الناس في الفتره دي بالبرنامج بتاع حلوين بينهم هو انه كان حقيقي بالنسبه لهم. يعني بالنسبه للكاميرا الخفيه مع مدار الوقت اكتشفنا ان هو كان فيك، يعني تمثيليه متفقين عليه، انما البرنامج بتاع حلوين بينهم ما كانش فيه اي اتفاق على اي حاجه خالص. الضيف كان موجود فعلا متفاجئ، ما كانش حتى عارف عمرو رمزي ان هو دوت في مقلب بيتعمل معاه، ولذلك الناس ارتبطت بيه بشكل كبير جدا. ودي الحاجه اللي قادره تعيش لوقت طويل بسبب المصداقيه اللي كانت موجوده فيها. نيجي بقى في حاجه اختلف نوع النجاح في الكوميديا او النجاح في البرنامج، وخصوصا بسبب برامج رامز جلال. ما اقدرش اقول ان اللي فيها سخافات وان كلها كلام ممل او ان ما فيهاش كوميديا، لكن اقدر اقول لك ان هي برامج قدرت تنجح جدا 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 على الجانب الاقتصادي وعلى جانب الانتشار، وعملت جماهيريه كبيره جدا جدا. لكن انا بكلمك على الجانب الكوميدي. الجانب الكوميدي اصبح في البرنامج كله متوقف على حاجه واحده بس، او اغلب الظن فيها ان هو برنامج متوقف على التنمر. مش طبيعي جدا ان الكوميديا تكون ليها اسفاف او ليها تنمر او ليها جهه معينه. الكوميديا اصبحت صعبه لان متطلبات الجمهور ليها بقت عاليه وبقت زايده. ده الفرق اللي كان موجود في حيلهم بينهم والفرق اللي موجود في رامز جلال. انا ما بتكلمش على نجاحات، كلهم نجحوا، لكن مين نجح في ايه ومين ما نجحش في ايه. ونفس الفتره بتاعت زمان دي بتتكرر دلوقتي، لكنها المره دي للاسف هي الفتره الاطول. الكوميديا دلوقتي بقت دارك اكتر من الواقع، فيها تريقه على اللي بيحصل في المجتمع، زي مثلا مسلسل موضوع عائلي والبيت بيتي وعمر افندي، وقبلهم اللعبه ومسلسل الكبير قوي، وافلام زي اكس مراتي ووقفه رجاله وبنك الحظ. يعني الحاجات اللي الفنان اسماعيل ياسين الله يرحمه كان بيعملها دلوقتي مش بتضحك زي زمان. لكن مشهد زي مشهد الفنان محمد لطفي مع كريم عبد العزيز في مشهد حازم حازم بسيوني اهو، ده مستحيل ان هو يتنسي، لان هو قادر انه يضحكك لمده 30 سنه قدام. وده لان الفرق اللي ما بينهم وبين جيل اسماعيل ياسين حوالي اكتر من 40 سنه. كل الاحداث اللي حصلت فيهم، بنك الحظ والبدله واكس مراتي مثلا، الموضوع ان الناس متاثره والناس هي اللي هتفك التاثير ده، والمنخل هيثبت مين قادر يقدم الاحسن. اعداد الاعمال الكوميديه ما بقاش زي الاول، لكنه بيزيد عن فتره كنت بتطلع بعمل واحد بس في السنه. المهم بس طمني، خلصت كوبايه الشاي؟ يلا يا جميل عشان عندك شغل بكره. نتقابل الاسبوع اللي جاي على المصطبه، نتكلم في حاجه خفيفه ونشرب شاي سوا. سلام عليكم. الناس بقت قوي اسف.